قرار جديد لمجلس الأمن، دعم الحكم الذاتي، وصف البوليساريو بالكيان الوهمي، وانتهاء صلاحية خيار تقرير المصير. يواصل المجتمع الدولي ترسيخ رؤيته الواقعية لنزاع الصحراء، حيث جاء قرار مجلس الأمن الدولي الأخير ليؤكد مجدداً دعمه لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجدي والعملي القابل للتطبيق. القرار جاء بلغة أكثر وضوحاً وصلابة، ما يعكس نضج المقاربة الأممية في التعامل مع هذا الملف المزمن. المجلس شدد في قراره على أن أي حل يجب أن يكون قائماً على التوافق والواقعية، وهي إشارات مباشرة إلى تجاوز مقاربة الانفصال التي لم تعد تجد مكاناً في خارطة الحلول المطروحة. في المقابل، حظيت المبادرة المغربية بإشادة جديدة باعتبارها تعكس حسن نية المغرب واستعداده لطي هذا الملف في إطار السيادة الوطنية وضمان الحقوق التنموية والثقافية للسكان. القرار الأممي لم يغفل الإشارة إلى الكيان الانفصالي المعروف بالبوليساريو، والذي وصف بشكل غير مباشر بكيان غير ذي صفة يفتقر لأي شرعية أو تمثيلية حقيقية. هذا التوصيف وإن لم يكن جديدا في مضمونه، إلا أنه يحمل دلالات قوية تؤشر على القطيعة التدريجية مع أطروحة أصبحت محاصرة دبلوماسيا وميدانيا. تقرير المصير، المفهوم الذي ظل يستخدم كورقة ضغط سياسية لعقود، لم يعد حاضرا في صياغات الحل الواقعي. المجتمع الدولي بات يعتبر هذا الخيار غير قابل للتنفيذ نظرا لتعقيداته القانونية والتقنية، ولرفضه من طرف جزء كبير من المعنيين به في مقابل الالتفاف حول المبادرة المغربية. في المغرب، اعتبر القرار خطوة جديدة نحو تثبيت عدالة القضية وتعزيز الدعم الدولي المتزايد للموقف المغربي، في وقت تتزايد فيه مؤشرات العزلة التي تطوق الطرح الانفصالي. وبينما تمضي الأمم المتحدة نحو حل عملي ونهائي، تتضح معالم المرحلة المقبلة. لا مكان للكيانات الوهمية، ولا مستقبل للأفكار التي انتهت صلاحيتها.